مساء الخير، انا كريستين. لو اول مره تشوفوني لايك الفيديو واشتركوا القناه. النهارده هنعمل جرس فلاحي او جرس طريه بالعجوه. سهله خالص. شايفين طريه ازاي؟ تنفع طبعا لللانش بوكس، تنفع للفطار مع الشاي. سهله خالص وبسيطه. شايفين هشه ازاي؟ انا بضغط عليها بوريكم ان هي طريه خالص. وده العجوه اللي جواها. انا هنا مكتره عجوه عشان طعمها يبقى حلو وتبقى ينفع الاطفال ياكلوها ياخدوها اللانش بوكس. شايفين طريه ازاي؟ طريقتها سهلة خالص وبسيطة. هنعملها بمكونات سهلة خالص. مفيش اي مكونات غريبة. ينفع تستغني عن العجوة، تحطي سكر وقرفة. تمام. معايا هنا حوالي نص كيلو دقيق. تمام. معلقة زبدة كبيرة خالص مليانة. هنا معايا كمان سكر، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة بيكنج باودر. حطيتها على الدقيق. وهنا هحط معلقة من السكر على المية والخميرة واسيبها 10 دقايق. شايفين عملت ازاي كده؟ عليت. هحط علبة الزبادي وهحط السكر وهبدأ اعجن. تمام. اعجن. والزبدة طبعا بعدين ابدأ بعد ما افردها على الرخامة. انا هنا فردتها على الرخامة عشان اعرف اعجنها كويس. في الاول هتبقى ملزقة العجينة معاكي. بعد ما تحطي الزبدة العجينة هتبدأ تفك وهتبقى حلوة، عجينة ملساء خالص. طبعا ينفع تحطي علبتين زبادي لو عايزة الجرس الطرية تبقى اطرى من كده. الزبادي في اي حاجة بيطر العجينة وبيخليها هشة خالص. تمام. انا حطيت كمان معلقة بيكنج باودر كبيرة، لو شفتوها في الاول حطيتها على الدقيق. وحطيت رشة ملح. اي دقيق، اي حاجة فيها دقيق لازم نحط رشة ملح. حتى لو هنعمل كيكة لازم نحط رشة ملح بسيطة خالص. تمام. شايفين العجينة بقت طرية خالص ومش بتلزق. اهم حاجة العجينة تبقى طرية، ما تبقاش عجينة ناشفة، عشان لو العجينة ناشفة منك وفيها دقيق كتير العجينة مش هتخمر. هنا بعد ساعة خمرت. انا عايزاها تعلى مش بسيط، يعني تغلى، يعني تخمر يا دوبك يعدي عليها ساعة. ونلاحظ ان ارتفعت اهو عشان البولة واسعة فهي ارتفعت. انما لو البولة صغيرة هتبقى ترتفع اكتر من كده. تمام. طبعا هنكورها كور صغيرة. حاول نظبط ايدينا في الكور. طبعا لو ما ظبطتش ايدك في الكور عادي هتطلع مظبوطة برضو الوصفة. هعمل كل الكمية وهغطيها بفوطة واسيبها بس 10 دقايق، مش تخمر، ترتاح بس عشان اعرف افردها. تمام. هنا بعد ما خمرت ده عجوة انا حط عليها معلقة زبدة عشان تطرى واكورها بالشكل ده. شايفين الكور؟ العجينة طرية. هحط واحدة وادبها كويس واضغط عليها هي والعجوة فيها. تمام. شايفين ازاي؟ بالطريقة دي. تمام. طبعا الصينية دهناها زيت لو عندك ورق زبدة. تمام. بصوا انا بفردها، مش محتاجة اداة فرد ولا اي حاجة، انت تفرديها بايدك. تمام. شايفين؟ بصوا. طبعا لو لقينا كرة العجوة كبيرة ممكن نقسمها على نصين. بصوا. ممكن تبططيها الجرصة عن كده. في ناس الشيفات بشوفها بتبططها خالص. تمام. عادي خالص. هي لازم تبقى جرص مش منفوخة، هو مش كايزر. تمام. ممكن بدل الزبدة تحطي زيت، مش مشكلة. نوع الزبدة اللي انا مستخدماها هنا زبدة بلدي. تمام. شايفين؟ هعمل بقى صاج تاني اهو. هي تطلع لي نص كيلو، هيطلع لي كمية كبيرة. تمام. هنا بقى انا هنا هدهن نسكافيه. نسكافيه اللي هو سريع الذوبان، اللي هي قهوة سريعة الذوبان. هدوبها في كوباية مية، في شوية مية، في معلقتين مية، وادهن بيها وش الجرس الطرية او الجرس الفلاحي. مش هحط ابدا بيض ولا اي حاجة. بصوا هنا بضغط بايدي على الجرصة بعد ما بحط النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان. شايفين بضغط بايدي ازاي؟ لان هي لما سبتها 10 دقايق عليت، فانا هحاول اضغط. عليت خالص لما سبتها. انا سبتها 10 دقايق متغطية بالسكينة. وهعمل فتحتين كده، هدوس مرتين كده
في الجرصة. تمام، شايفين؟ وهسيبها كمان 10 دقايق لغاية ما اسخن الفرن. هنا هغطيها بالفوطة مثلا. هنا هحط سمسم، طبعا مش حابة تحطي سمسم ما تحطيش، براحتك خالص. تمام، رشة بسيطة كده سمسم. هتسيبها مثلا، هغطيها بالفوطة 10 دقايق لغاية ما اسخن الفرن او ربع ساعة. تمام، مراحل التخمير مهمة يا جماعة خالص. تمام، هنا بعد ما سخنت الفرن وسبتها 10 دقايق، احطها في الفرن. انا هنا حطيتها في الفرن، وبعد ما طلعت من الفرن، خطوة مهمة وأساسية ان انت ترشي عليها مية. ما ينفعش تكبي مية، ترشي بالبخاخة. بصوا هنا الطريقة ازاي. بعد ما رشيت عليها مية، هي فضلت نص ساعة في الفرن على رف وسط، نار متوسطة. تمام. المية دي، رش المية مهم خالص، وهترشي ببخاخة هتخليها للمخبوزات عندك. بخاخة نظيفة. بصوا بعد ما رشيت وطريت، بصوا طريقة ازاي، طريقة خالص. اتمنى تعجبكم الفيديو وتطبقوا الفيديو وتعجبكم الوصفة ان شاء الله.